فيروس كورونا الرعب اللي حبسنا في بيوتنا ومنعنا من ممارسة حياتنا الطبيعية رجع تاني من جديد، ولكن المرة دي رجع وبيتمحور علينا وشكلها أيام مش فايت، واللي طبعا أخباره موجود على السوشيال ميديا وكل المواقع الإخبارية وفي كل حتة، واللي اسمه EG5. فإيه هو الموضوع وإيه هو الفيروس ده؟ يلا بينا نعرف الحكاية، ولكن طبعا قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو علشان نفضل مكملين. ويلا بينا نبدأ حلقة. لما بتسمع كورونا اول حاجه بتيجي في بالك بداياته في الصين وحكايات الخفافيش والكلام ده، لكن لا، فيروسات كورونا موجوده من زمان. فيروسات الكورونا مجموعه من الفيروسات اللي بتنتمي لعائله الفيروسات التاجيه، واللي قدرت تصيب الطيور سنه 1920 بالتهاب الشعب الهوائيه المعدي، ومن بعدها مجموعه منهم قدرت تسبب زكام للبشر، وده كان سنه 1960 لحد ما وصلنا لاخطرهم واللي حصل سنه 2019 وهو كوفيد 19. يعني يا سيدي كورونا ده اسم مجموعة الفيروسات اللي بتنتمي للعيلة ككل، واتسمت كده لأن الفيروسات دي بتظهر تحت الميكروسكوب على شكل تاج. وعلشان تبقى الدنيا واضحة ليك أكتر لازم تفهم إن مجموعة الفيروسات دي متقسمة لأجناس، واللي هما ألفا وبيتا وجاما ودلتا، وكل جنس منهم قادر يصيب فئة معينة من الكائنات. يعني مثلا ألفا وبيتا بيصيبوا الثدييات فقط، أما دلتا وجاما بيصيبوا الطيور وبعد الثدييات اللي منهم البشر، ولكن طبعا بشرط انه يكون الطير المصاب ده زي مثلا الخفاش يكون وصل لبشر او وصل لجسم انسان بشري. وبكده انت فهمت ازاي وصل لنا انواع معينه ما كانتش موجوده من فيروسات العيله دي. شخص صيني لذيذ لقى خفاش اكله نقل لنا فيروس بهدل العالم كله. طيب كده احنا عرفنا جنس الفيروس. ايه بقى اسماء الفيروسات اللي بتقدر تصيب البشر دي وبتعمل ايه بالظبط؟ عندك يا سيدي فيروس الكورونا البشري OC43، وده بيعمل شويه زكام. اما ال HKU1 وال NL63 فدول بيسببوا امراض خطيره جدا زي سارس وميرس اللي ظهروا برضه في الصين. وبالمناسبه لو فاكر فيلم فول الصين العظيم لما هنيدي كان خايف يروح الصين بسبب الامراض المعديه اللي هناك، وجده كان بيقول له الصين حلوه، فالعدوى دي او ايامها كانت السارس. كده انت عرفت تاريخ العيله فرد لحد سارس. طيب وكوفيد 19 اللي هو اصلا موضوعنا، بص يا سيدي، بعد ما تم الاعلان عن اول حاله في ووهان في الصين نهايه ديسمبر 2019، علماء علم الفيروسات قالوا ان الوباء سببه سلاله جديده من فيروسات كورونا، وان المستودع الارجح اللي جالنا الوباء منه هو الخفافيش. وبدا العلماء والاطباء يعالجوا الاعراض زي ارتفاع درجه الحراره وضيق التنفس والصداع والكحه وغيرها، ويعملوا بروتوكولات علاجيه علشان تحد من الاعراض دي. لكن الوضع كان صعب جدا السيطره عليه، وده لان حضانه الفيروس جوه الجسم كانت بتوصل ل 14 يوم، وتلتين المصابين ما كانش اصلا بيظهر عليهم اعراض، وكانوا بينقلوا العدوى لاي حد بيتعامل معاهم. وفضلنا في الدوامه دي لحد يناير 2023 بعد ما اخذ الفيروس حوالي 6 مليون و700 الف روح بني ادم، ده غير الركود الاقتصادي اللي اتاثر بيه العالم كله. لكن خلاص بصينا لنص الكوبايه المليان وقلنا ازمه وعدت، لحد ما طلع مسؤول الصحه في دول كتير واكدوا ان كورونا رجع يتمحور تاني من جديد ورجع لنا. طيب هو ايه متحور اصلا؟ ببساطه الفيروس بيعمل في نفسه طفرات جينيه جديده، فبالتالي بيقدر يتغير ويخترق الجين بقوه مختلفه غير اللي الجسم حافظها، وده اللي منظمه الصحه قالته. وان في متحور جديد من كورونا واللي اسمه AJ5 او ايريس، وطلبت الدول بمراقبه الاصابات، لكن مبدئيا قالوا كده مفيش خطوره وجهازنا المناعي يقدر يتجاوز المتحور الجديد ده بسهوله. طيب ده اللي قالته منظمه الصحه. ايه بقى اللي موجود على ارض الواقع؟ بص يا سيدي، أعراض المتحور ده كالتالي: حمى وسعال مستمر والتهاب الحلق وشعور بالتعب وتغير في حاسة الشم والتذوق، يعني تقريبا نسخة طبق الأصل من اللي سبقوه. بس تخيل إن في 1.5 مليون إصابة و2500 حالة وفاة في دول مختلفة، وده تم في فترة من 10 يوليو لحد 6 أغسطس، يعني معدل انتشار مش قليل أبدا. لحد دلوقتي الدول المنتشر فيها السلالة الجديدة هي الولايات المتحدة والصين وكندا، لكن بمعدل الانتشار ده وارد جدا ان العدوى تغزو دول كتير الفترة الجاية، فربنا يسترها. وللاحتياط جهز كمامتك وابعد عن لمس الاسطح والاماكن اللي بيتردد عليها ناس كتير، وطبعا الزحمة زي بالظبط كورونا ما كنا بنعمل معاها. وطبعا خفف زيارتك للمرضى وكبار السن. وللاسف لازم نرجع نتعامل ان اي دور برد هو خطر بيحاوطنا. الايام اللي جاية ملامحها مش باينة، لان منظمة الصحة وعلى الرغم من زيادة عدد الاصابات الشهر ده عن الشهر اللي فات بمعدل
ل 85%، الا انها لسه بتطمن ان الوضع مش خطر، لكن الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في الايام اللي جايه. وان شاء الله لو في اي جديد هنعمل فيديو ونطلعكم على الاخبار اول باول. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى كل حاجه عجبتكم، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تدعمونا باعجاب علشان ده بيساعدنا كتير. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه.